حبيب قلبي شاطرين انتوا، بس معلمه واستاذه ورئيس قسم ومفيش اي حاجه في الهوا في البلح. اوكي. فهي لما اتحالت هي كده محبوسه سنتين في المخدرات، لسه ليها استئناف. لما اتحالت وهي محبوسه في نشر هي عندها قضيه غسيل اموال، متهمه بغسيل 5 مليون جنيه. مش مبلغ عادي، انا بنزل اخدهم وانزل هايبر يعني. المهم فهي لازم عشان تتحال في الغسيل اموال لازم تتحال الاول في الايه، في الفيديوهات. اتبرأت من الفيديوهات مفيش غسيل اموال، ودانت في الفيديوهات يبقى في غسيل اموال. اوكي. قلت لكم قبل كده ان غسيل الاموال ده اما اي اتجار بشر، تجاره اعضاء، تجاره مخدرات. الفيديوهات دي برضو بيعتبروها انها بتتربح منها باموال. الاموال دي هي دي غسيل الاموال. المفروض اشتغل محاميه. حاضر والله كله بيقول لي كده، بس اعمل ايه؟ سايب المحامين ياكلوا عيش. المهم حاجه للتخسيس. حاضر كل يوم تتخيل تسالني على التخسيس، بس انا بشرب بقى. رش معطر عشان بحب ريحه المعطر، بس عايزين نرش بعيد على الشاشه فنورهان حفظي لما اتحالت كانت ليها اول جلسه النهارده، قلت لكم ليها جلسه يوم 6. اتحالت النهارده في القضيه الثانيه بتاعت ايه، نشر فيديوهات خادشه. اتاجلت اليوم كام بقى؟ بصوا نورهان اليوم 26، كاتبه عليه عشان ما انساش. علي سعيد، هيا سعيد. اليوم 26 واحد الحكم في قضيه نورهان حفظي. في قضيه ايه؟ فيديوهات الخادشه. ربنا ما يحكم على حد. تمام ماشي. يتفضل عندها ايه بقى؟ غسيل اموال. خدت براءه في دي، ما تاخدش غسيل اموال. حلو كده قلبي، مبسوطين؟ انا نسيت؟ لا انا مش نسيت، انا سرحت. ماشي اوكي. طيب دي نورهان حفظي. ندخل بقى للبيج بوس شاكر. اقول لكم قصه شاكر برضه، عشان كان ليه جلسه امبارح واتاجلت ليوم 11 يناير. 11 يناير يعني يوم الحد الجاي، يوم الحد. طيب ايه موضوع شاكر؟ البيج بوس بتاع التيك توك بنفكها عليه. شاكر كان عنده 3 تهم زي مداهم وزي نورهان حفظي، اللي هم ايه؟ مخدرات ونشر فيديوهات وغسيل اموال. مخدرات، نشر فيديوهات، غسيل اموال. المستشار دخل بقى كده، ضمننا ان احنا بنتكلم صح. طيب شاكر كان محبوس على ذمه ال3 قضايا دول اول ما اتمسك. بعدين جه اخلي سبيله في الاول بعد ما اتحبس بشهرين كده 3. اخلي سبيله في قضيه المخدرات. اتفضل عنده ايه؟ اتفضل عنده فيديوهات، نشر فيديوهات وغسيل اموال. حلو. من اسبوع بالظبط، يوم الاربعاء اللي فات تقريبا، الاربعاء اللي فات، اخلي سبيله في القضيتين اللي كانوا فاضلين عنده، اللي هم المخدرات. نوه في قضيه المخدرات وقضيه ايه؟ الفيديوهات، نشر فيديوهات خادشه.